بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الواجب كده يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا كان صفحة 65 صح ولا 68 68. بقى قلنا سؤال 16. تمام ماشي اوكي. هندي الإجابات بس هات الإجابات المرة دي الصفحة بصفحتها مش على بعضها، صفحة خلصها اسأل على طول. تمام طيب. 16 الإجابة ألف، 17 د، 18 ج، 19 ألف، 20 ألف، 21 د، 22 ب. دي الصفحة الأولى. ها اتفضل. 18 وإيه تاني؟ و22 إيه تاني؟ ها أنا اتطلب مني 18 و22. طيب نبدأ ب 18. 18 يتفق أيون النترات مع أيون النيتريت في. طيب نجيب الأول مين اللي طلب 18 الأول؟ ها نجيب يا منا الحاجة الخاصة بتاعتها. حلو الكلام؟ أول حاجة في ممكن اتنين تطلعهم بره أكيد هم غلط. في حاجة اسمها الزوايا بين الروابط او في حاجه اسمها ترتيب ازواج الالكترونات. طب تعالى نجيب الشكل الفراغي بتاعها. ان او 2 نجيب الشكل الفراغي بتاعها ازاي؟ والان او 3 نجيب الشكل الفراغي بتاعها ازاي؟ بص يا حبيبي، دي عباره عن ايه اكس 2 اصلا، ودي عباره عن اكس 3. لسه بقى نشوف هنا في اي ولا لا، بس اكيد اللي فوق دي اكس 2 ها، واللي تحت دي اكس 3. مقتنع يعني؟ طيب انت هنا هتجيب عدد تاكسد النيتروجين 3، فمعنى كده ان عنده زوج حر، لان 3 ب5 زوج حر واحد. حلو كده؟ طب تعالي هنا اشتغلي على الان او 3، هتلاقي عدد تاكسد النيتروجين 5، ما فيش ازواج حر. حلو كده؟ فبالتالي هم ممكن يتشابهوا مع بعض، ادي 2 و1 وادي 3. ده كده هيبقى عامل ترتيب مثلث مستوي، وده هيبقى عامل ترتيب مثلث مستوي اللي هو ترتيب ازواج الالكترونات الحره والمرتبطه. حلو كده؟ طيب هو بيقول لي ان هو يتفق ايون النيترات مع ايون النيتريت هتبقى في ترتيب ازواج الالكترونات الحره والمرتبطه، لان 2 و1 3 ودول مجموعهم 3. انت عارفه الترتيب بيتجاب بالمجموع بالمحصله، فاللي بيبقى محصلته 3 بيدينا مثلث مستوي. طب زاويه لا طبعا، لان ده اكس 2 اي. طب شكل فراغي لا طبعا معايا. عدد الروابط لا، ده عنده رابطتين، ده عنده 3 روابط، فبالتالي في اختلاف في كل حاجه ما عدا مين؟ ما عدا الشكل الفراغي. طيب السؤال رقم 22. العلاقه الحاله هنا ما بين عدد الازواج الالكترونات الحره والمركب. هم الثلاث مركبات الموجودين عندنا عمال يلعب بيهم معايا. بيلعب على سي اتش 4، بيلعب على بي اتش 3، بيلعب مع ميه ولا مين؟ ميه. حلو الكلام. طب ما اقول لك حاجه، ما تجيبي كل واحد الاول الازواج الحره بتاعت الذره المركزيه بتاعته، وساعتها تعرفي مين الاكس ومين الواي ومين الزد. واضح ان الاكس ما عندوش ازواج حره، الواي عنده واحد، الزد عنده اثنين، صح؟ طب ما ده فعلا ما عندوش، يبقى ده يمثل الاكس. الذره هنا السي ما عندهاش ازواج حره، مش السي لما يكون ذره مركزيه ما عندوش حاجه. البي عدد ترسوده 3 وعنده ذري 15، يعني عنده 5 في المسار الطاقه الخارجي. 3 ب 5 ب 2 يبقى عنده زوج واحد، يبقى ده يمشي الواي، صح؟ الميه الاو هي الذره المركزيه، عدد ذري 8، يعني عدد ترسودها 2. 2 من 6 4، ما هو عندها 6 مسار الطاقه الخارجي 4 على 2، يبقى ده كده ازاي؟ يعني لو انا جبت لكل مركب الازواج الحره بتاعته هعرف مين اكس ومين واي ومين زد. ماشي؟ ده كده الصفحه الاولانيه. في حد اي حاجه عايز حاجه في الصفحه الاولى تاني؟ طيب الصفحه الثانيه. الصفحه الثانيه. سؤال رقم 23000، 24 ج، 25000، 26 ج، 27 د، 28 ب، 29 ج، 30000، 31 ب، 32 ج. ها اللي عايزه تفسير اي سؤال، اللي محتاج تفسير اي سؤال. طيب ها حد عايز حاجه؟ الصفحه اللي بعد منها صفحه 70. سؤال رقم 33 ج، 34 د، 35 ألف، 36 ب، 37 ج، 38 د، 39 ج، 40 ب، 41 د. اللي عايز تفسير أي حاجة؟ اللي عايز تفسير أي حاجة؟
ده بيطمنا ان احنا نعرف نحل النهارده، ان انتوا النهارده هتحلوا بنفسكم. هكلمكم في السؤال وتحلوا لي وتقولوا لي ايه الاسباب. فده هيطمنا بشكل كبير جدا ان انتوا، مع ان انتوا حالين كل الاسئله ومش حتى حاجين تفسير اي حاجه، ده معناه ان انتوا بسم الله ما شاء الله وصلتوا لمرحله الفهم والادراك العالي جدا. ودي الحاجه المفاجاه اللي انا عايز افاجئكم بيها، ان احنا النهارده هنحل سؤال بسؤال وكل واحد هيقول لي الفكره بتاعت السؤال ايه. دي حاجه كويسه تطمني فعلا في حد ذاتها، حاجه كويسه جدا 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 يعني. فطبعا اللي مش عارف يحل هزقه، عشان هو ما طلبش مني حل. انت راجل مفسرات قديم، انت راجل بسم الله ما شاء الله عليك يعني. النهارده عايزين نحل اسئله الرابطه التناسقيه اللي احنا شرحناها يوم الجمعه. هنفتكر كده مع بعض سريعا بس، وهنقول برضه بعض النقاط وملحوظات كده. الرابطه التناسقيه رابطه هي نوعها، او هي نوع من انواع الروابط، يعني ممكن تتحط تحت انواع روابط الايه؟ التساهميه. وقلنا هي بتتم عن طريق انها بتشتغل ما بين ذرتين، واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها مانحه، واحده اسمها. طيب ايه سبب اختلافها ما بينهم وما بين الرابطه التساهميه؟ على الرغم ان هما الاثنين بيشتغلوا بزوج الكترونات، قال لك ان التساهميه زوج الالكترونات بتاعتها بتشارك من الذرتين، انما في التناسقيه زوج الالكترونات بتاعها مصدره ذره واحده. وكمان انواع الالكترونات اللي بتشتغل بيها الرابطه التساهميه غير انواع الالكترونات اللي بتشتغل بها الرابطه التناسقيه. ما اسم الالكترونات اللي بتشتغل بها الرابطه التناسقيه التساهميه؟ الكترونات ارتباط. الكترونات ايه؟ ما اسم الالكترونات اللي بتشتغل حره؟ بالظبط، اللي بتشتغل بها الرابطه التناسقيه اسمها الكترونات حره، انما اللي بتشتغل بها الرابطه التساهميه اسمها الكترونات ارتباط. طيب في برضه معلومه ثانيه، دخول الرابطه التناسقيه على على الجزيء بيغير من ايه وبيغير من ايه وما يغيرش من ايه. دخول الرابطه التناسقيه على المركب يغير من ايه ويغير من ايه وما يغيرش من ايه. هيغير من الزاويه، يبقى كده هيغير من شكل الفراغ. وطالما هيغير من الزاويه يبقى هيغير من اللي هو هيغير من الصيغه بتاعته، لان الصيغه بتاعته هتتغير. عارف الكلام ده؟ يبقى بالتالي هنا اهو تكوين او دخول الرابطه التناسقيه على جزيء المركب التساهمي يغير من صيغه الجزيء التساهمي. يعني هغير من صيغته. طبعا الصيغه، اقصد الصيغه العامه. معايا الكلام ده؟ لان يكفي ان الازواج الحره هتتلاشى، مش هتبقى موجوده، يعني انت هتشتغل بيها صح. وطالما غيرت الصيغه وتغير الزاويه. الزاويه هتتغير. الزاويه هتتغير ازاي يا مستر؟ لان الزاويه بتاعتك بتتحدد على مين؟ على حسب الصيغه. فانت هتغير الصيغه يبقى انت هتغير الزاويه، لان الزاويه بتاعتك هتتغير بشكل اكيد موجود معاك. عارف الكلام ده؟ ولكن في حاجه مش هتتغير. كده عدد الازواج الحره. لا، هي هتتغير في الصيغه. يعني مثلا ما هي صيغه النشادر قبل ما او قبل ما تعمل مجموعه امونيوم؟ ها هو صيغته الجزيئيه النشادر، لا الصيغه العامه بتاعته AX3E، صح كده؟ AX3E. طب بعد ما يعمل مجموعه الامونيوم هيبقى صيغته AX4. يبقى بالتالي هنا اتغير معايا مين؟ اتغير معايا الصيغه بتاعته، صح كده ولا لا؟ عدد ايه؟ لا، ترتيب. بالظبط. هو صيغه تتغير بس محصله ثابته. ليه محصله ثابته؟ انت كنشادر كان رمزك، هديك اكتر من مثال طبعا هتشوف دلوقتي. كنشادر انت كان رمزك AX3E، صح؟ كانت زاويتك كام؟ وشكلك الفراغي كام؟ وترتيبك كام؟ كانت زاويتك 107. الزاويه بتاعت يوم الجمعه. شكلك الفراغي هرم ثلاثي القاعده، تمام؟ طيب وترتيب ازواج الكتروناتك رباعي الاوجه، صح كده؟ طيب بعد ما تبقى NH4، حد يقدر يجيب لي الصيغه ويقول لي الزاويه هتكبر ولا هتزيد؟ وعايز اجيب الترتيب بتاعي. الصيغه هتبقى X4. طب انت مش عارف قيمه الزاويه، بس اقدر اقول لك الزاويه هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد، صح. ليه؟ عشان مشيت الازواج الحره، الزاويه بتاعتك هتزيد.
يبقى الزاويه اتغيرت والصيغه بتاعتك اتغيرت. السؤال المحصله هنا كانت كام والمحصله هنا كام؟ 4 هنا محصله كام؟ يبقى اللي ما بيتغيرش مين؟ ترتيب ازواج الالكترونات الحره والمرتبطه. خلي بالك من اللقطه دي. يبقى بالتالي يتغير من صيغه الجزيء التساوي وتغير الزاويه بالزياده، يعني تغير الزاويه بالزياده، الزاويه هتزيد، ولكن لا يتغير محصله الكترونات الحره والمرتبطه. طب مين هي المحصله؟ اللي هو ترتيب ازواج الالكترونات. ترتيب ازواج الايه ولادها؟ الالكترونات. دي مش هتتغير ابدا، المعلومه مش هتغيرها. ان انت لو هم رباعي الاوجه هتفضل رباعي الاوجه، لو هم مجموعهم كذا يبقى هيفضلوا كذا، مش هتتغير ابدا. مثال تاني، الميه كان رمزها H2O. ايون الهيدرونيوم، حد فاكر رمز ايون الهيدرونيوم؟ كان ليه اسم كده تاني بالعربي، حد عارفه؟ البروتون المماه. شاطر. الميه صيغتها ايه؟ AX2E2 صح؟ طيب هنا ال H3O هتبقى صيغته ايه؟ AX3 صح؟ وهتاخد اي واحده بالاثنين، يبقى ايه؟ واحده. ما انا هشتغل باي، مش الاو عندها 2 اي، انت باي واحده بزوج واحد هتعمل الرابطه التناسقيه، بقى معاك ايه؟ يبقى الصيغه بتاعتها ايه؟ X3E. هنا الزاويه كام؟ الزاويه ارجوك رد عليا. 104 ونص. قلنا الزاويه لازم تتذاكر، محدش هيذاكرها لك. هنا الزاويه تتوقع 104 ونص ولا اكبر ولا اصغر؟ اكبر. ليه اكبر من 104 ونص؟ عشان عدد الازواج الحره اقل، فايه اللي يحصل؟ التنافر هيقل فالزاويه هتزيد، التنافر هيقل فالزاويه هتزيد، التنافر هيقل فالزاويه هتزيد. ليه؟ لان العلاقه ما بين عدد الازواج الحره والتنافر علاقه طرديه، العلاقه بين التنافر والزاويه علاقه عكسيه. الكلام اللي كنا بنقوله يوم الجمعه تاني، العلاقه بين عدد الازواج الحره والتنافر، العلاقه بين عدد الازواج الحره والتنافر علاقه طرديه. زاد عدد الازواج الحره زاد التنافر. اما العلاقه بين عدد الازواج الحره والزاويه علاقه عكسيه. نركز في الكلام ده يا اولاد ارجوك. يعني هتزيد الزاويه لو انت قل معاك عدد الازواج الحره زي ما حصل هنا اهو ايون الهيدرونيوم والميه. تمام؟ يبقى ده كده خليها قاعده ثابته عندك، ان الرابطه التناسقيه بتخش تغير من الصيغه، هتغير من الصيغه. طب هتغير من الزاويه؟ هتغير من الزاويه بالزياده. طب هتغير من ترتيب ازواج الالكترونات؟ لا، ما تغيرش من ترتيب ازواج الالكترونات. محصله واحده، المحصله واحده. الكلام ده مهم، وبقول لك اهو نصيحه تخلي بالك منه. تمام؟ طيب نبدا بقى بالسؤال الاولاني كده، ويلا يا يوسف حمدي. السؤال رقم 42، تتكون الرابطه التناسقيه، ده سؤال مباشر يعني وجميل قوي. تتكون الرابطه التناسقيه بين ذرتين احداهما تمنع زوج الالكترونات، ودي اسمها ايه؟ الذره المانحه، والثانيه اخرى مستقبله لها هذا الزوج. طب في ممكن رابطه تناسقيه تحصل ما بين جزيئات ذرتهم المركزيه لا تحتوي على زوج حره؟ مين؟ الله عليك يا ابني، الله عليك. ده من الجزيئات الوحيده اللي عليك، مش الوحيده في المنهج، اللي عليك. الجزيئات الوحيده اللي الذره المركزيه بتاعتها لا تحتوي على ازواج حره، ولكنها تقدر تعمل رابطه تناسقيه. حتى كنا نقول ايه هو الحاله الفيزيائيه لكلوريد الالومنيوم AlCl3؟ صلب صح؟ قبل ما يعمل رابطه تناسقيه صلب. طب بعد ما عمل الرابطه التناسقيه بحالته الفيزيائيه سير. طب رمزه Al2Cl7. كنا نقول هو صلب عنده كام رابطه تساهميه؟ 3. وعنده كام نوع؟ 1 اللي هو التساهميه. طب لما بقى سائل عنده نوعين اللي هو تساهميه وتناسقيه، وعنده من الروابط 8. من الروابط ايه؟ 6 روابط تساهميه قطبيه و2 تناسقيه. الايه Al2Cl6 ده بيتكون ما بينهم وما بين بعض روابط تناسقيه. عنده كام رابطه تساهميه قطبيه؟ عنده 6 روابط تساهميه قطبيه. وكام رابطه تناسقيه؟ 2. ده عنده كام رابطه تساهميه قطبيه؟ 3 بس، ما محتاجوش غير كده. كلام واضح؟ فنخلي بالنا كده من الحاجات دي. وده الجزيء الوحيد، اللي ذرته المركزيه لا تحتوي على ازواج حره، وعلى الرغم من كده عمل رابطه تناسقيه. انا ببلغ عشان لما تيجي
تتسال تبقى انت عندك خلفيه. طيب يلا دكتوره تسنيم جاهزه؟ سؤال رقم 43 يا حبيبي. عند ارتباط جزيء نشادر مع بروتون موجب تتكون رابطه تناسقيه. طب هيكون جزيء اسمه ايه يا تسنيم؟ الامونيوم. رمزه عدد الروابط التساهميه فيه، التساهميه القطبيه 3 صح، وعدد الروابط التناسقيه 1 صح بالظبط كده. طب الصيغه بتاعته تبقى عامله ازاي؟ اكس 4 صح. طيب الزاويه لو جاب لك اختيارات اكبر من، ايوه زاويه النشادر كام؟ شاطره شاطره. 107 تتذاكر بس، الزاويه اللي تتذاكر بس اكبر من 107. معايا في الكلام ده؟ زاويه بدل ما نقعد نفر في الورق نذاكر، ها مش انت طبعا اللي تستيب، انا بلاقي احلى حد يعني. تمام يلا يا اللي بلاح قصدي يا حلا. يلا سؤال رقم 44. تمام يلا نجاوب. عند اذابه غاز HCl في الماء يتكون بين ايون الهيدروجين الموجب وجزيء الماء رابطه تناسق. ليه؟ الاتش هو اللي يمنع؟ اه ايوه فيها ذره، فيها زوج حر، ذره مركزيه تحتوي على زوج حر. تمام اللي هي مين بقى الذره المركزيه اللي بتحتوي على زوج حر في الميه؟ اللي هو يبقى نقول هتمنع ذره اكسجين في الميه، زوج الكترونات لمين؟ الاتش بقى ميزته ان هو ذره بها ايه من جوه؟ اوربيتال فارغ، يبقى هو ذره مستقبل. هيكون ايون الهيدرونيوم اللي هو رمزه ايه؟ H3O موجب. ممتاز اهو. تمام اللي هو صيغته AX3. زاويته هتبقى اكبر من كام؟ زاويه الميه كام؟ وقول اكبر منه. يبقى اكبر من زاويه الميه. ماشي يبقى دايما نعرف كده. طيب ناخد عمر. يلا عمره. كل المركبات الاتيه اللي هو السؤال رقم 45. كل المركبات الاتيه يمكن ان تكون رابطه تناسقيه عند الارتباط بالبروتون ما عدا، قول لي مين وليه؟ صح. ليه؟ على الرغم ان انت كجزيء عندك ازواج حر. الف وجيم هيمنع، الف وجيم ودال. صح عشان عندهم ازواج حره، فانت قلت بالاستبعاد صح كده. طيب نقول بقى الاجابه هو صح طبعا بالاستبعاد صح. HCl والاجابه صح. ايه ده؟ ما هو لو نزل في الميه، ما هو قصدي كلامه مش لازم يتكون في الميه، هو بيقول لك مع بروتون الاتش الموجب. وفر لي البروتون الاتش الموجب سواء من الميه او من حد تاني، مين يعمل رابطه تناسقيه وخلاص. معايا؟ طيب HCl لا تحتوي على ذره مركزيه، وطالما الجزيء لا يحتوي على ذره مركزيه لا يكون رابطه تناسقيه. قلنا متى الجزيء لا يحتوي على رابطه ذره مركزيه؟ امتى الجزيء نقول الجزيء ده ما فيهوش ذره مركزيه؟ لما يكون ذرتين. لو يكون جزيء ذرتين يعني HCl لا ما فيش. فين الذره المركزيه؟ ما فيش ذره مركزيه. عارف الكلام ده؟ HI ما فيش ذره مركزيه. انا وانت مع بعض مرتبطين في الذره، هي اللي نقول عليها الذره المركزيه. الذره المركزيه الذره الاعلى في عدد، لا مش عدد سلبيه، اعلى في عدد تاكسد. مفيش حد اعلى حد، انت تكافؤ احادي وانا تكافؤ احادي، فما فيش. معايا في الكلام ده؟ فهنا ما بنقولش في ذره مركزيه. تمام طيب. طيب السؤال رقم 46. جاهز يا دكتور؟ يلا. الاختصارات الاتيه. ايوه طب اسالك السؤال الاول. مين هو الجزيء اللي يتبين مشهور عنه انه يعمل رابطه تناسقيه؟ لازم يحتوي في صيغته على مين؟ بس يبقى اذا السؤال بالعكس. الاختصارات الاتيه تعبر عن جزيئات تمتلك ذرات مانحه يمكنها تكوين رابطه تناسقيه مع عدد. صح. ليه بقى؟ عشان هي لا تحتوي على. هتيجي تقول لي طب ما انت مصر عملت كلوريد الالومنيوم اهو، حاله خاصه. حاله خاصه معايا. انما احنا الطبيعي ان المركب او الصيغه لازم تحتوي في صيغتها على ايه عشان اعمل رابطه تناسقيه ازواج حر. معايا في الكلام ده؟ يلا يا ابو بدوي. الاجابه يجيب طبعا في السؤال اللي احنا فيه ده. طب سؤال 47. اي الجزيئات الاتيه يمكنها تكون رابطه تناسقيه؟ عايز تبص على جزيئات تكون معاها ايه؟ ازواج حر. طيب ماشي. انهي اختيار هنا؟ عندك الذره المركزيه فيها ازواج حره ب. صح. يبقى احنا اخترنا ب علشان هو بيقول لي داخل هو عينيه على ان هو عايز ذره مركزيه بها ازواج حر، فراح يختار لقى الاجابه ب هي الموجوده معاه. يلا يا مرمى. 48. امير يلا يا دكتور. خضنا مصر. اي مما ياتي يعبر عن الارتباط الصحيح في ايون الامونيوم. ايه الصح يعني؟ طبعا انت عارفه ان الرابطه التناسقيه بتمثل بايه؟ بسهم.
بسحب بيمشي منين لفين؟ الجمله دي او المعلومه دي هتساعدك في الاختيار. الاجابه ج. تمام. طب ليه اخترت ج؟ هو الذره المانحه ورايح للهيدروجين مع رؤيه كمان الالوان بتاعت مين الكترون النيتروجين ومين الكترون الهيدروجين، فخدنا الاجابه ج. واحد بيقول لي طب يا مستر ما هو انت الف وب السهم رايح من النيتروجين والهيدروجين، ليه ما خدتهوش؟ الله عليك، الالكترونات دي بتاعت الهيدروجين، والف الكترون من النيتروجين والكترون من الهيدروجين، وده غلط. قلنا الرابطه التناسقيه زوج الالكترونات بتاعها مصدر ايه؟ مصدره ايه؟ ذره واحده بس. انا يهمني التفسير في السؤال، من التفسير حاجه. طيب في معلومه بقى اللي جايه دي هتساعدك بشكل كبير، يعني يعتبر هتحللك السؤال يعني. بص يا حبيبي، اي جزيئين من نوعين مختلفين، جزيئين من نوعين مختلفين، الرابطه اللي بتمسكه برابطه تناسقيه. اي جزيئين مختلفين، لو لقيت جزيئين مختلفين مربوطين ببعض وعامل لك رابطه ما بينهم، بس ده جزيء انت شايفه ان ده جزيء وده جزيء، يعني ده حاجه وده حاجه، عارف الكلام ده؟ فالجزيئات اللي بتمسك، الجزيئات اللي بتمسك او الروابط اللي بتمسك الجزيئات المختلفه، الروابط الكيميائيه اللي بتمسك الجزيئات المختلفه تبقى رابطه تناسقيه. في روابط بتمسك الجزيئات المتشابهه، بس دي هتبقى رابطه فيزيائيه اللي هي جايه الرابطه الهيدروجينيه. انا هنا بتكلم عن رابطه تمسك جزيئات مختلفه، هي رابطه كيميائيه. ما هي الرابطه دي؟ الرابطه التناسقيه. فاي جزيء تساهمي يتمسك في جزيء تساهمي ممسوكين بايه؟ ها؟ برابطه تناسقيه، بس يكونوا ايه؟ متشابهين ولا مختلفين؟ مختلفين. زي اللي جايه دي. اللي جايه دي جزيء اسمه فلوريد البورون على ما اعتقد، او في هنا فلوريد البورون ونشادر. ادي النشادر اهو، النشادر اهو يا ولاد، النشادر NH3 معمول رابطه كده مع BF3. فالطالب مش فاهم حاجه، يعني احنا عارفين الروابط بتتم ما بين ذرات وذرات في جزيء، يعني الشرطه دي كنا بنرسمها كشرطه رابطه تساويه بس ما بين ذره وذره فين؟ ها؟ في جزيء. انما الشرطه دي ماسكه مين؟ ها؟ جزيء ماسكه ايه؟ جزيء. هو في رابطه بتمسك جزيء؟ اقول لك من الرابطه اللي بتمسك جزيء؟ ها؟ رابطه تناسق. على طول اول ما تلاقي جزيء مختلف عن جزيء اعرف على طول ده رابطه تناسق، وده فعلا موجود. ليه؟ لان انت عندك النيتروجين فيه زوج حمض، صح؟ طب مين يقول لي هنا مين الذره المانحه؟ مين الذره المصدره؟ برون، لان البرون هي ذره مركزيه بس ما عندهاش ازوج، عندها اوربيتال فاضي فهي اللي هتستقبل، فبالتالي فعلا زوج الالكترونات هيروح للبي. عارف الكلام ده؟ فده هنا في الحاله دي كده اسميها رابطه تناسقيه. ده كده مبدا عام عشان تبقى انت عارف، عشان يبقى انت حليت على رابطه تناسقيه بالفهم كمان. يتكون جزيء الماء يختلف جزيء الماء عن ايون الهيدروجين. يلا ها، لسه كنا بنتكلم في اللقطه دي. يلا كوكو بص لي من تحت هيقول لي انا دلوقتي. يلا ب اللي هي ايه؟ الكثافه الالكترونيه. طيب انت عارف يعني ايه عدد الكثافات الالكترونيه؟ هي ازواج الالكترونات حره وارتباط. طيب احنا متشابهين مع بعض، بقول لك يختلف. ما انت لو جبت الميه لسه موجوده، بص كده لسه موجوده. الميه صيغتها ايه؟ X2E2. ال H3O صيغتها ايه؟ X3E. يبقى عدد الكثافات الالكترونيه قد بعضها. ما الكثافات اللي هي الاكس والاي. طب ما الاكس والاي هنا قد الاكس والاي هنا، يبقى ب وده مش هختارهم لانهم الاثنين زي بعض. انا عندي الف وجيم. جيم صح. جيم اللي هي مين؟ الزاويه ما بينهم. طب ليه الزاويه هتتغير يا مستر ما بينهم؟ لان هنا الزاويه 104 ونص، لسه قايل المعلومه ديت. اما لما تشتغل على رابطه تناسقيه الزاويه هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد، يبقى الزاويه هي اللي هتختلف. لسه قايلين الكلام ده حاجه. طيب كل علم مهالي يحتوي روابط تساويه مصدرها ذره واحده ما عدا، يعني يقصد كل دول عملوا روابط تناسقيه. ما هو كلمه زوج الكترونات مصدره ذره واحده يا رحمه يعني رابطه تناسقيه، ما عدا مين يا رحمه؟ لا يا دكتور وانا جاي يبقى كده رحمه نشأت صح؟ يلا يا نشأت. ها هتبقى شكلها كده ديل صح؟ ما هي ديل ما هي ديل ما عملتش حاجه، جواها رابط تساوميه بس، انما مش جواها رابط تساوميه مصدرها ذره واحده. يعني كلمه روابط تساوميه مصدرها ذره واحده يعني بيعرف لك تعريف الرابطه مين، بس مش عايز يقول لك تناسقيه. بس لو قلت لك لو قلت لك كلهم يعملوا رابطه تناسقيه بعدها تبقى اسهل. فقال لك ايه؟ تعريف الرابطه التساوميه هي الرابطه التناسقيه هي رابطه تساوميه مصدرها ذره واحده، فهي تمام. طيب
سؤال رقم 52. اي مما يلي يعبر عن التغير الحادث في عدد الروابط وقيمه الزاويه على الترتيب عند ارتباط جزيء نشادر ببروتون الميه. جزيء نشادر ببروتون الميه، بروتون ميه يبقى ايون هيدروجين. قول يا مريم. تزداد زي الحلاوه دي يا دكتور. طب فهمها لي بقى عشان اللي مش فاهم. ده رقم واحد صح تمام. احلى دكتوره في الدنيا يا ولاد. فعلا النشادر او النشادر كانت رمزها الزاويه بتاعتها 107، ده حقيقي. بعد كده لما تبقى ان اتش 4 الزاويه بتاعتها هتزيد، لان انت قلت لي لما بتقلل الازواج الحره فالزاويه بتاعتك بتزيد. ممتازه جدا يا دكتوره. طيب يبقى 52 تزداد 53 يا ولاد. ها ما نسبه ها مين اللي انا اجيب؟ ماشي يا كوكو همشيها لك. طب عملتها ازاي؟ 2 الى 3. طبعا 2 ايه و3 الى ايه؟ ما نسبه عدد روابط التساويه القطبيه بالنسبه لعدد الروابط الكليه في ايون الهيدرونيوم. التساويه القطبيه في ايون في الميه او التساويه القطبيه 2 والتساهميه كلها بقى هتبقى 3، لان انت بتتكلم عن التساويه القطبيه بالنسبه لعدد الروابط الكليه. ما هو الميه او ايون الهيدرونيوم جواه 2 تساهميه قطبيه اللي هم بتوع الميه، فاكرينهم؟ وزاد عليه الثالثه دي اللي هي التناسقيه. يبقى اذا 2 الى 3، 2 تساويه قطبيه وعدد الروابط كلها كام؟ 3. معايا؟ تمام؟ مفهوم يعني؟ طيب. السؤال اللي عليه الدور 54. يلا يلا يا رحم. 54 يا رحم. قول يا رحم. رحمة حماده ها يلا يا باشا. 54. ما النسبة بين عدد الروابط التساهمية لعدد الروابط التناسقية في الجزيء من كلوريد؟ لسه قايلها حالا يا ولاد. يا ولاد ايه ده؟ هو انا كنت بقول اسئله يا ولاد ولا حاجه؟ ها 2 الى 3. لا. ما نسبه بين عدد الروابط التساهمية في الجزيء الى عدد الروابط التناسقية في الجزيء من كلوريد الالومنيوم السائل. هو كام رابطه تساهمية قطبيه؟ طب قولي لي على العدد الاول بعد كده نطلع النسبه مع بعض. عدد الروابط التساهمية القطبيه في جزيء كلوريد الالومنيوم السائل. والله لسه قايلها حاجه في بدايه الحصه. 6 روابط تساهمية قطبيه صح. كم رابطه تناسقيه بقى؟ 2. طب 6 و2 يبقى كان نسبه كام الى كام؟ بس كده 3 الى 1. اي مما يلي يعبر عن التغير الحادث في الشكل الفراغي للماء بعد ارتباطه ببروتون الحمض. طب الميه كان شكله الفراغي ايه؟ زاوي. دلوقتي يبقى شكله ايه؟ هرم ثلاثي القاعده. شوف هنا، شوف الحته دي جه عليها كام سؤال. شوف الحته دي جه عليها كام سؤال. عارف الكلام ده؟ عشان اعرفك ان الصيغه دايما بتتغير بالشكل ده. الواجب بتاع حضرتك يا فندم. الواجب بتاع حضرتك النهارده انت زي زمايلك حليت الاسئله بس. ان شاء الله معانا الرابطه الهيدروجينيه والرابطه الفلزيه. الحصه الجايه ان شاء الله تخلص الرابطه الفلزيه الفيزيائيه ولا ايه؟ ربنا يوفقكم ويصلح لكم الحال يا اولاد.